هادشي اللي شفناه اليوم. والاكثر اهميه رغم اقصاء بركان هي طريقه تنفيذ ركلات الجزاء، رغم الاقصاء الى انه صراحه لا بركان ولا الجيش الملكي الطريقه اللي كينفذوا بها ضربات الجزاء راه ماشي اي فراقي في المغرب غيقدروا ينفذوها بهذيك الطريقه. اللعابه اللي مشاو يتيروا كاملين مشاو بواحد الثقه، واللي شفنا اليوم شفنا بلانتيات يعني بطريقه يعني صراحه عالميه. كل لاعب كيفاش كيتيري وكنلاحظوا الثقه العاليه، وهذه اهم نقطه خصها تكون عندك في اللعابه وبالخصوص في ركلات الجزاء. يعني اهم نقطه ملي كتوصل ركلات الجزاء، اللاعب اللي خصو يكون عيتيري خصو يكون طايق ديالو بصح، خصو يمشي للبيلانتي وهو طايق في راسو، حيت لا مشى مخلوع غا 1% دائما كتخلق له الشك، وداك الشك كيخليه يضيع شحال من مره ركله الجزاء. الجيش الملكي بالنسبه لي اليوم خداو الاهم واللي هو التاهل، واهم حاجه هاد التاهل يخليهم يركزوا على البطوله مزيان.